احنا عايشين وبنفتكر ان احنا اللي بنتحكم في رد فعلنا، لكن الحقيقة ان احنا بنسيب الاحداث هي اللي تسوقنا في زحمة الحياة. وفي اي لحظة كده فجأة بيجي الموقف او الحدث اللي بيشدنا، هنا مخك يبدأ يكون الفكرة الاوتوماتيك السلبية. يقول لك يا سلام، ده شخص مستفز، ايه قلة الذوق دي، انا لازم ارد عليه. بيتولد جواك نار الغضب والاحباط، بتدفعك انك تعمل تصرف متهور. لحظة، استنى، الموقف ما اتغيرش، لكن كل قوة السيطرة موجودة في تفسيرك انت. اسأل نفسك، هل اللي ضايقك الموقف ولا تفسيرك انت للموقف؟ طب ايه رأيك نختار اختيار تاني خالص؟ ايه رأيك نختار الفكرة البديلة؟ زي ما انت مثلا ممكن يكون مستعجل جدا، عنده حالة طارئة، وان اهم حاجة سلامتي وتركيزي. هتحس بهدوء وسيطرة داخلية فورا. ساعتها هيتولد منك تصرف واعي ومريح. القوة مش انك تغير الاحداث ابدا، القوة انك تغير القصة اللي بتحكيها لنفسك. اتحكم في فكرتك، وانت اللي هتتحكم في حياتك. شكرا.